بسم الله الرحمن الرحيم. برحب طبعا بكل المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم. ماتش الاهلي وبيراميدز في نهائي كاس مصر. ماتش كنت طبعا في البدايه مبروك للنادي الاهلي الفوز ببطوله كاس مصر. مباراه كانت متكافئه جدا ما بين الفرقتين. هنتكلم في نقط كتير جدا النهارده، هتكلم عن اداء الفرقتين، هتكلم عن اسباب فوز الاهلي بكاس مصر النهارده. في حوالي 3 او 4 عوامل او اسباب ادت لفوز النادي الاهلي. هتكلم على هدف كهربا اللي عمل ضجه كبيره جدا، هقول لكم سليم ولا مش سليم بالدليل يعني. هتكلم في حاجات كتير تخص المباراه. طبعا المباراه النهارده مش مباراه ممتعه. يمكن الاهلي والبيراميدز الفرقتين كانوا خايفين من بعض، قافلين يعني مباراه مقفوله بلغه الكوره كده بنقول عليها مباراه مقفوله. مفيش مساحات، حتى مفيش فرص كتير في المباراه. يعني المباراه نقدر نقول بدات من الدقيقه 71 لما بيراميدز احرز الهدف، بدانا نشوف بقى هجوم من النادي الاهلي. لكن في الشوط الاول والتلت ساعه اللي في الشوط الثاني او ال 25 دقيقه في الشوط الثاني ما كانش فيه خطوره للفرقتين. يمكن النهارده بيراميدز كمان بيلعب بدون مهاجم صريح. بيراميدز بيلعب بدون مهاجم صريح. النهارده شفنا ابراهيم عادل وشفنا رمضان صبحي وعبد الله السعيد، الثلاثه دول مفيش حد فيهم مهاجم صريح، غير بقى في الاخر المباراه لما شفنا لاكاي وشفنا فخر الدين بن يوسف وشفنا دودو الجباس في الاخر. لكن بدايه المباراه البيراميدز كان بيلعب بدون مهاجمين. في عوامل النهارده ادت لفوز النادي الاهلي. اول حاجه الخطأين بتوع احمد الشناوي. النهارده احمد الشناوي ما كانش في مستواه. الخطأين اللي النهارده احمد الشناوي حارس بيراميدز ارتكبهم كانوا سبب في هدفين النادي الاهلي. احمد الشناوي طلع مرتين غلط النهارده. المره الاولى في الكورنر الاول اللي جه منه الهدف الاول للنادي الاهلي، والكره دي على فكره مش اوفسايد بالدليل القاطع. يعني هنزل لكم صوره في 3 لعيبه مغطيين كهربا. انتوا عارفين القانون في كره القدم ان لازم يكونوا في 2 لعيبه مغطيين المهاجم، يا حارس مرمى ولعيب يا 2 لعيبه. لا، كان في لحظه لمس الكوره بدماغ ياسر ابراهيم قبل ما تروح لكهربا. يعني لحظه لمس ياسر ابراهيم كوره بدماغه، كان كهربا متغطي ب3 لعيبه. 3 لعيبه مغطين، منهم احمد توفيق اعتقد كان مغطي كمان برجله من تحت كده. لما نشوف الصوره لما وقفت عندنا، انا معايا الصوره اللي هي بتاعه الفار لما وقفت الكاميرا. فالهدف صحيح 100%. عشان في ناس شككت في الهدف، وانا بقول كده مش مجامله ولا عشان الاهلي ولا عشان بيراميدز، انا مش فارقه. ما احنا بنتكلم في حق ربنا. الهدف صحيح 100% بعد ما وقفنا الصوره. يعني في الوهله الاولى كده لما تشوف الجون تقول لا ده اوفسايد، لكن لما الكره تقف لحظه لمس ياسر ابراهيم بدماغه للكره في 3 لعيبه مغطين كهربا. فكنت بتكلم معاكم من شويه عن اسباب فوز الاهلي بكاس مصر النهارده في مباراه متكافئه. زي ما قلت لكم مباراه متكافئه جدا. رقم 1 سوء مستوى احمد الشناوي النهارده اللي تسبب في خطأين، رغم ان احمد الشناوي ده يعني صديقي جدا ومن احسن الحراس في مصر، لكن النهارده ما كانش موفق. احنا بنتكلم كوره، وكان النهارده خروج الخاطئ في الكورتين في الهدفين بتوع الاهلي كانوا سبب في فوز النادي الاهلي النهارده على بيراميدز بالهدفين اللي جم. تاني حاجه الجمهور النهارده، جمهور الاهلي برضو طبعا كان متواجد بكثره. بيراميدز ما عندوش جماهير. جمهور الاهلي زي ما قلت لكم قبل كده بنتكلم دايما حتى في ماتش الهلال السوداني يحرك الصخره. فالجمهور النهارده كان ليه دور كبير جدا ان الاهلي يفوز على بيراميدز النهارده، رغم وهكررها تاني وتالت ورابع اقتراب مستوى الاهلي من بيراميدز. المباراه متكافئه جدا 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 تكتيكيا وفنيا وكل حاجه. السبب الثالث شخصيه الاهلي. انا عندي فرقه زي النادي الاهلي بيخش فيا جون في الدقيقه 71 في نهائي كاس مصر، بعديها ب3 دقايق بقدر ارجع تاني للمباراه. دي شخصيه النادي الاهلي. لو الاهلي فريق ما عندوش شخصيه ما يقدرش يرجع مع الضغط العصبي مع الجماهير. خسران 1-0 بيخش في مرماه هدف، ف بيبقى صعب جدا. لكن شخصيه النادي الاهلي النهارده بعد ما دخل فيه جون رجع وعوض بسرعه جدا ورجع تاني للمباراه بهدف كهربا طبعا اللي احنا شفناه وكنا بنتكلم عليه من شويه. رقم 4 وده العامل الاخير في خساره بيراميدز وفوز الاهلي النهارده، الاصابات. في اصابتين حصلوا النهارده في نادي بيراميدز مؤثرين جدا. اصابه عبد الله السعيد في نهايه الشوط الاول، وبعدين اصابه اسامه جلال. ويمكن اصابه عبد الله السعيد كمان
فرقت كتير جدا مع نادي بيراميدز، ان بيراميدز بيعتمد بشكل كبير جدا على عبد الله السعيد، هو اللي بيحرك فريق بيراميدز، هو اللي بيلاعب فريق بيراميدز، هو الترمومتر اللي في نص الملعب اللي بيستلم وبيحرك اللعيبه وبيعمل تمريرات وبيشتغل بشكل طولي وبيشتغل بشكل عرضي كور الثابته. فاصابه عبد الله السعيد انا بقول ان هي كانت سبب كبير جدا النهارده في تفوق الاهلي على بيراميدز في الشوط الثاني. مش هقول تفوق، لان انا قلت لكم من شويه مباراه متكافئه، لكن قللت من اداء بيراميدز. وان زي ما قلت لكم عبد الله لعيب مهم جدا جدا في بيراميدز. فدول 4 عوامل زي ما قلت لكم: سوء مستوى احمد الشناوي حارس المرمى، جمهور الاهلي، شخصيه الاهلي بعد ما دخل في هدف قدر يعود بسرعه ودخل فيه هدف في اخر ثلث ساعه في المباراه في وقت صعب جدا، واصابات اللي جت للعيبه بيراميدز، وخصوصا اصابه عبد الله السعيد. ان عبد الله السعيد لعيب مهم جدا جدا جدا. دي العوامل اللي رجحت فوز الاهلي النهارده على بيراميدز، وكانت سبب طبعا في خساره بيراميدز للقب. وعايز اقول لكم حاجه، ان الاهلي مع كولر ما بيخسرش محليا. اي نهائي كولر دخلوا مع النادي الاهلي بيكسبوا، السوبر المصري، كاس مصر، اي نهائي كولر بيلعبوا مع النادي الاهلي محليا بيقدر يفوز عليه كولر. واللي قدر النهارده ينجح ان هو يرجع النادي الاهلي طبعا بعد مباراه شفناها اكسترا تايم، وشفنا الهدف الثاني بتاع حمدي فتحي. يعني طبعا زي ما قلت لكم خروج خاطئ من احمد الشناوي في الهدفين. حسين الشحات النهارده من اللعيبه المميزه جدا في النادي الاهلي. الاهلي كان بادئ 4-3-3، كان بيلعب 3 في نص الملعب زي ما شفنا، السوليه وحمدي ومروان عطيه. نزول قفشه كمان حرك النادي الاهلي في الشوط الثاني، وبدا قفشه، انتوا عارفين قفشه لعيب بيلعب كره سهله وبيتحرك بشكل كويس جدا وبيمرر بسرعه وبيشتغل وبيشغل الناس في الثلث الهجومي. فنزول قفشه النهارده وتغيير الطريقه في الشوط الثاني الى 4-2-3-1 ساعد النادي الاهلي برضو انه يطلع بالكره صح ويشغل المهاجمين. رغم النادي الاهلي النهارده كان بيلعب بكهربا، بيرسي تاو النهارده ما كانش في مستواه، كان من اقل الماتشات اللي انا اتفرجت عليها لبيرسي تاو، رغم انه كان عامل ماتشات كويسه الفتره اللي فاتت. حسين الشحات هو اللي كان مميز جدا النهارده ومن احسن لعيبه النادي الاهلي. فتغييره قفشه فرقت كتير مع النادي الاهلي، ان قفشه سرع اللعب وسرع رتم النادي الاهلي وبدا ينقل النادي الاهلي الى النواحي الهجوميه. في نقطه ثانيه كمان لما نيجي نلاحظ، كل الكور الثابته اللي على النادي الاهلي خطر جدا. كل الكور الثابته اللي على النادي الاهلي خطر جدا. النهارده الجون اللي جه في الاهلي بتاع بيراميدز الهدف الاول كره ثابته، تمركز خاطئ من دفاع النادي الاهلي في منطقه الجزاء، مفيش رقابه، الاثنين طلعوا لوحديهم خالص لعيبه نادي بيراميدز. يعني الكره اتلعبت واللي الهدف اللي اتسجل مفيش رقابه خالص. فالاهلي بيعاني دايما من الضربات الثابته، ودي مشكله كبيره جدا في النادي الاهلي. محمد الشناوي مش بدافع عنه، بس ما يسالش النهارده على الهدف اللي دخل في مرمى. مباراه فنيا مش عاليه، بس هي مباراه تكتيكيه جدا وكان فيها حرص كبير جدا من الفرقتين. بحيي الكابتن امين عمر وطاقم التحكيم النهارده في المباراه، كانوا هايلين وعملوا جيم كويس جدا جدا، حسسونا بالثقه وحسسونا بالعداله ما بين الفرقتين. ما فرقش مع امين عمر جمهور الاهلي، وان الاهلي النهارده بيلعب بجماهير بيراميدز ما عندوش جماهير. كمان في نقطه عايز اتكلم عليها، محمد عبد المنعم النهارده مدافع الاهلي بصراحه اتعامل بسذاجه كبيره جدا، رغم ان محمد عبد المنعم عارف ان في فار، وراح ضرب في وش ده، ضرب بايده وش فخر الدين بن يوسف، طبعا طرد. يعني الفار بيمسك يعني بيقفش كل الحاجات دي. فسذاجه عاليه انه خلاص احنا في عصر دلوقتي الفار، فاي تصرف داخل الملعب هيتشاف. مش شطاره من محمد عبد المنعم ان هو يضرب، يعني ما الكره هتطلع في الفار. فطبعا سذاجه كبيره جدا من محمد عبد المنعم، كان ممكن يكلف النادي الاهلي في اخر 7-8 دقائق في الوقت الاضافي ان بيراميدز يتعادل، ان الاهلي لعب ناقص 10 لعيبه. فطبعا محمد عبد المنعم لعيب دولي ولعيب من اللعيبه المهمه في منتخب مصر وفي النادي الاهلي، تعامل بسذاجه شويه في الموقف ده. يعني انا كاتب حاجات كتير جدا عن المباراه، بس الحاجات اللي انا قلتها لكم دي ابرز الحاجات اللي حصلت النهارده في المباراه. زي ما قلت لكم كان في عوامل لفوز النادي الاهلي. بيراميدز دايما بيجي على النهائيات، الماتشات النهائيه ما بيقدرش يكسب بطوله، ويمكن يعني النهارده كان عدم يعني وجود توفيق في نادي بيراميدز، وزي ما قلت لكم اصابه عبد الله السعيد وبعدين اصابه اسامه جلال، عدم ظهور احمد الشناوي بمستوى جيد النهارده حارس المرمى ادى الى خساره بيراميدز. مبروك الاهلي وهارد لك لبيراميدز، وجمهور الاهلي النهارده فرق بشكل كبير. وكده بقى في خلاص لقاء بقى تحدد ما بين الزمالك والاهلي
في الامارات ان شاء الله في شهر 5 على بطوله السوبر المصري. فوز الاهلي النهارده بالكاس، فوز الزمالك، الكاس ده خلي بالكم بتاع السنه اللي فاتت، فوز الزمالك بالدوري السنه اللي فاتت، خلاص كده قمه جديده ان شاء الله الشهر القادم في الامارات في على بطوله كاس السوبر المصري. ان شاء الله تكون مباراه قويه ما بين قطبي الكره المصريه. مره اخرى مبروك للاهلي وهارد لك لبيراميدز النهارده خساره كاس مصر.